اهلا بيكم في الحلقه 13 من بودكاست اراء. انا رضوى رضوان ويلا بينا. ببساطه الفيديو ده لو طلع لك انت محظوظ، بس الفيديو ده لو طلع لك وانت ما عندكش استعداد انك تعمل بالنصايح اللي هتسمعها النهارده، يبقى الفيديو ده مش ليك. اطلع بره الفيديو، شوف حاجه تانية، روح قلب في التيك توك شويه وروح كل شاورما ولا اي حاجه وخلاص. لكن لو انت جاي هنا عايز تسمع حاجات وتطبقها في حياتك وفعلا تستفيد منها، الفيديو ده ليك. كمل الفيديو واعمل سبسكرايب. علشان توصل لأي حاجة في حياتك لازم تبقى مهووس بيها. وعموما اي حاجة في حياتك ما عدا البني ادمين، لان الموضوع مش هيبقى كويس. بس لو عايز توصل لأي حلم فعلا لازم الحلم ده يكون انت بتصحى وبتنام بيه، مش بالنسبة لك اوبشن، مش بالنسبة لك حاجة ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. لا، هي لازم تحصل، هي ما ينفعش ما تحصلش. كبني ادمين احنا عشان نعمل حاجة محتاجين سببين او سبب من الاتنين. اول حاجة هي البيسك نيدز. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي احنا ما ينفعش نعيش من غيرها، زي الاكل والشرب والنفس والمية ولو يبقى بيت او حاجات اساسية، هدومنا، الحاجات الاساسية اللي احنا لازم نعيش بيها. فبالتالي الحاجات دي لو مش موجودة عندك او ما عندكش فلوس، ما عندك احتياج مادي، كل الحاجات دي هي اهداف تخليك فعلا توصل للي انت عايزه، هي اسباب تخليك توصل للي انت عايزه. فبالتالي ممكن انت يكون عندك السبب ده. طب لو انا ما عنديش السبب ده، لو انا الحمد لله عندي بيت وعندي اكل وعندي شرب وعندي موبايل وعندي حياة والدنيا كويسة، ايه اللي هيخليني ابقى عايز اوصل لحتة تانية؟ ايه اللي يخليني اوصل لحاجة تانية؟ في ثيري اسمها مازلو ثيريز، هي بتاعت عالم اسمه مازلو. عمل ثيري بتتكلم على ان البني ادم زي الهرم، في البيزك نيدز زي ما احنا قلنا، في الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها زي الاكل والشرب والميه والهواء، وبعد كده الموضوع بيرتفع حاجه حاجه. بعد كده بيبقى فيه security needs، يعني الحاجات اللي احنا محتاجينها يبقى فيه معانا مثلا عايشين في مكان امان، نكون معانا فلوس فحاسين ان احنا عندنا امان مادي. وبعد كده الحاجات دي بتقعد تتعلى لغايه ما نوصل لمرحله ان احنا نبقى عايزين نثبت نفسنا وعايزين نوصل لحاجه وعايزين نعمل يعني حاجه في حياتنا، لان من غير الحاجات الاساسيه مش هنقدر نوصل للحاجات دي. لو انت خدت من بني ادم اكله وشربه، مش هيفرق معاه اي حاجه في الدنيا غير انه ياكل ويشرب. مش هيفرق معاه نجاح، مش هيفرق معاه فلوس، مش هيفرق معاه اي حاجه، المهم انه هو ياكل ويشرب. فبالتالي لو انت عايز، بعد ما احنا غطينا الاحتياجات الاساسيه والحمد لله انت عندك الاحتياجات الاساسيه، عشان نوصل للمرحله التانية وان احنا نوصل لحاجه احنا عايزينها، لازم نبقى obsessed بيها، نبقى مهووسين بيها، علشان دايما تكون بتفكر فيها، علشان دايما تبقى عايز توصل لها. فكر فيها كده، لو انت عندك كل حاجة وحياتك كويسة، أكل شرب فلوس كويسة، لبس، بتخرج مرة مرتين في الشهر، الدنيا معاك كويسة، ليه هتبقى عايز توصل لحتة مختلفة؟ ليه؟ لازم تبقى هنا، لازم تبقى مش عارف تعيش غير وانت بتشتغل على الحاجة دي. لازم يبقى الحاجة دي بالنسبة لك هي النفس، هي الحاجة اللي انت لو ما وصلتلهاش هتحس ان انت ما وصلتش لحاجة. يمكن اللي انا بقوله ده في ناس تفتكر ان هو يكون ابات اجريسيف شوية، او اللي هو مش احسن حاجة نفسيا، بس الحقيقة ان انت لو ما عملتش كده مش هيبقى عندك هدف او حاجة انت رايح لها. ومع العلم ان انت ما ينفعش تكون رايح للهدف بس، الهدف مش هو بس اهم حاجة، المهم ان انت تكون obsessed او عندك شغف كبير جدا بالطريقة، بالبروسس، بالرحلة بتاعتك، بتوصل لإيه وبتعمل إيه وبتروح فين وبتيجي منين. كل حاجة في حياتك بتأثر عليك، من أول أكلك لشربك لبسك طريقتك، الناس اللي معاك، بتعمل ايه اما بتصحى، بتعمل ايه قبل ما تنام، بتفولو مين، بتسمع لمين، بتسيب لودانك لمين، كل حاجة في حياتك بتأثر عليك. فبالتالي لازم تبقى عندك رغبة في الوصول لدرجة ان انت بتحاول تتحكم في كل الجهات من حياتك علشان توصل للي انت عايزه. وحاجة من الحاجات في حتة ان انت تبقى obsessed بالحاجة دي او تبقى عندك رغبة فظيعة ليها، اي حاجة حواليك. زي ما قلنا، الناس اللي بتعمل لها فولو، الناس اللي بتتكلم معاها، الناس اللي بتسيب ودانك ليها، الناس اللي بتحاور معاها،
الحاجات اللي حواليك، الصور اللي حواليك، بتعمل ايه كل يوم؟ حاجات بسيطة جدا زي الوول بيبر بتاعتك، الناس اللي بتعمل لها فولو، الناس اللي بتسمعها، الحاجات اللي بتحطها قدامك، الحاجات اللي بتصدق فيها. اي حاجة هتصدقها هتحصل. كل ما هو متوقع آت، كل ما هو متوقع آت. ربنا لازم تبقى واثق في ربنا قبل ما تثق في نفسك. قبل ما تثق في نفسك وقبل ما تعمل كل الخطوات اللي احنا بنقول عليها لازم تبقى واثق في ربنا. لازم تبقى عارف ان ربنا دايما مشيك في خطة، والخطة دي ليك مش عليك. الخطة دي ليك موديك في حتة معينة وفي اتجاه معين وفي حاجة معينة، في حاجة معينة ربنا عايزك تعملها. ربنا بكل المعاني قال ان احنا لازم نثق فيه، ولازم نبقى واثقين ونتبشر خير عشان تفائلوا بالخير تجدوه. ده حاجة، دي أبسط الأشياء. في كل اللغات هتلاقي حاجة بتقولك كل حاجة بتفكر فيها وكل حاجة بتقولها وكل كلمة بتقولها لعقلك، عقلك بيترجمها وهيفسرها في حياتك. كل ما تبقى واثق أكتر في النتيجة كل ما تعرف توصل لها أسرع وأسهل وأحسن وبطريقة أحسن بكتير. عارفين الجملة اللي بتقولكوا دلولو إذا سلولو؟ لو متعرفوش معناها، الخيال بيوصل لأي حتة، الخيال هو الحل، أو delusion is the solution. يعني هي ده الترجمة، ده يعني المقولة الحرفية. يعني لما بتتخيل حاجة لازم يبقى عندك تخيل للحلم اللي انت عايزه ده بكل الطريقة. لازم تبقى، ممكن حد يقول عليك انت اصلا مش طبيعي، انت ازاي عايش في الخيال ده خيال يا عم، انت بتقول ايه، انت بتتخيل ايه؟ بس لازم تكون مصدق في اللي انت عايزه لدرجة ان انت delusional، انت عندك خيال واسع جدا. لان مفيش اي حد في الدنيا وصل لحاجة كويسة الا وكان عنده في الاول خيال. لان احنا كلنا اتولدنا زيرو. يمكن يكون حد اتولد عنده شوية مميزات او امتيازات في الحياة، زي فلوس، زي شكل، زي عيلة، زي مكان اتولد فيه، ولكن كلنا بنتولد بالصفر، بنتولد من غير حاجة. انت بتتولد كبني آدم زي اي بني آدم، مفيش اي فرق. وكونك ان واحد يبقى عنده مميزات في حاجة تانية غير تاني، فصدقني زي ما هو عنده مميزات في حاجات انت عندك مميزات في حاجات. ولازم تبقى عارف انك عادي تبتدي من الصفر، لان كلنا ابتدينا من الصفر. من اعظم حد لغاية حد عادي لغاية حد بيحاول، كله بيبتدي بالصفر. محدش بيبتدي من حتة عالية، محدش بيبتدي من 1000، محدش بيبتدي من 1,000,000. كلنا بنبتدي من الصفر في اي حاجة في الحياة. اي حاجة، معلومات، دراسة، سبسكرايبرز، فلوس، اي حاجة في الحياة بتبتدي بالصفر. ولازم تبقى عارف ده، ولازم تبقى شايف حلمك قبل ما يتحقق. انا كنت من يومين شفت فيديو لمستر بيست. انا صراحة بحبه قوي، بحب الفكرة بتاعته، وبحب ان هو يعني انسان ناجح جدا. كان بيقول ان هو لما البوينت اللي وصل فيها، الوقت اللي وصل فيها، ان هو بقى اعلى سبسكرايبرز رقم في العالم، اعلى يوتيوبر في العالم، مش في قارة ولا في دولة ولا في بلد، في العالم. بيقولوا له انت ساعتها ما استغربتش قوي او ما اتفاجئتش قوي او ما فرحتش قوي؟ طب ليه؟ ببساطة قال لان انا بالنسبة لي في عقلي انا وصلت لده من سنين. عارفين ليه؟ علشان طريقه كان ماشي لده. لما بتبقى بتعمل الحاجة دايما ومنتظم عليها وماشي باستراتيجيك، انت خلاص بيبقى عندك ثقة ان انت بتعمل كل حاجة ممكن تتعمل عشان توصل لهناك. فانت عندك ثقة من قبل ما توصل اصلا، لان انت عارف ان ما هو انا لو جبت معايا اكل وشرب وهدوم وحاجاتي، انا هبقى الرحلة دي هتكون كويسة. فانا ضامن، انا حاطط بنزيمي في العربية، وعامل صيانة للعربية، وعارف ان انا معايا كل حاجة انا محتاجها. فبالتالي انا حاسس ان انا احتمالية وصولي لهدفي كبيرة جدا، احتمالية وصولي للمكان اللي انا عايزة اروحه كبيرة جدا. انا شايف ده لان انا عملت كل حاجة اي بني ادم محتاجها عشان يروح هناك. فبالتالي بالظبط لما بتبقى عايز توصل لحاجة، لما بتبقى عمال تحط كل سبب لنفسك ان انت توصل، هتوصل كده كده. احتمالية الوصول اصبحت 99%، وطبعا بتوفيق ربنا، ولكن
انت عملت كل الاسباب البشريه اللي انت ممكن توصلها لهناك، لان انت مصدق ولان انت عقلك بقى خلاص هو الدافع، هو البنزين اللي عمال يوديك لهناك، مع ان عقلك زمان كان هو اللي بيوقفك. بس انت عودته على انه يشوف فيجن معينه، انه يشوف رؤيه معينه، خلاص هو بقى بالنسبه له هو ده، هو ده الهدف، هو ده اللي احنا هنوصل له، لان انا بشتغل كل يوم على ده. هقول لكم على مثال بسيط قوي في ان انت تحاول تحسن من نفسك، او ان انت تحاول تبقى بني ادم احسن. النهارده كنت جايه اصحى من النوم وكنت مش قادره، الجو برد، مش قادره، مش صاحيه بدري قوي، صاحيه الساعه 10، بس انا بحاول اظبط نومي الفتره دي لان انا عندي امتحانات وحاجات، فانا عايزه اصحى الساعه 10 والجو برد وانا مش قادره. قمت قفلت المنبه وكملت نوم، لقيت نفسي الساعه 10 ونص، معرفش ليه عقلي فجاه راح قايل لي هتنامي سنه. والله انا معرفش انا ليه عقلي قال لي، انا لقيت نفسي سامعه كده اللي هو هتنامي سنه. كمثال ان انتي لو كملتي هتلاقي نفسك قايمه الساعه 3 المغرب ومصدعه وتعبانه ومتضايقه انك عملتي كده وما انجزتيش حاجات كان ممكن تنجزيها في الوقت ده كله. طب ليه؟ طب ما انتي كده لو عملتي كده بكره هتعملي كده وبعده هتعملي كده. لا قومي، لان انا بحاول اعود عقلي على ان احنا بنعمل حاجات معينه ما فيهاش كلام، ما فيهاش حوار، ما فيهاش طب نعمل طب ما نعملش طب لا طب لا، هنعمل. يلا قوم اشتغلي، ما تقفيش، لازم تكملي، في حاجة احنا عايزين نوصل لها لازم نعملها. لو انت ما عندكش اسباب علشان تتغير وعلشان تعمل حاجة في حياتك، ايه اللي هيخليك تروح هناك؟ هو ده ان انت تبقى obsessed بالحاجة اللي انت عايز توصل لها. حاجة من الحاجات اللي عقلنا بيلعبها بينا قوي في الحتة دي، الماضي. حصل ايه زمان؟ مين وجعني زمان؟ ومين سابني زمان؟ وازاي فشلت زمان؟ وازاي وقعت في حاجة زمان؟ وازاي ما عرفتش اعملها زمان؟ زمان اذا زمان هو زمان، في زمان معين، في وقت ما، في دايرة من الزمن ما بقتش موجودة. انت حتى ما عندكش المستقبل، انت كل اللي عندك هو دلوقتي بس. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا ولا فارقه معايا انت هتوصل ليه قدام، ولا فارقه معايا ايه اللي حصل زمان، لان الاتنين دول هم خيال. زمان خيال، اي حاجه بتاثر بالتبعيه على الزمن هي في اشياء معينه ممكن تكون بتاثر على الحياه، بس كل الحاجات اللي احنا غالبا بنتاثر بيها من زمان زي المواقف والناس والحاجات اللي حصلت لنا والفشل اللي وصلنا له هي زمان. طالما الحمد لله انت ما طلعتش منها ميت او مفلس، او حتى مفلس، انت حتى ده ممكن تطلع منه. طالما انت ما طلعتش منها ميت فانت لسه ان شاء الله الحمد لله معانا، كمل. لان زمان مش موجود، زمان في دماغنا، وغالبا احنا بنفتكر الحاجه بشكل مختلف جدا عن اللي حصلت. لو حد حصل له اي نوع من التروما او التنمر او المشاكل في حياته، او كان عنده طفوله سيئه، او كان عنده علاقه سيئه، او ايا كان، كل الحاجات دي عقلنا بيفتكرها بشكل مختلف تماما. على فكره عقلك لما بيفتكر الذكريات بالذات لما بيبعد عنها وقت، بينقي اللي هو عايزه وبيزود حاجات عشان يحس ان هو ضعيف اكتر، او يحس ان هو فيكتيم اكتر، وبيحط حاجات ويشيل حاجات ويزود مواقف ويمط مواقف وبراحته. فبالتالي زمان او المواقف بتاعت زمان كل الحاجات دي في عقلك انت بس، انت ممكن ببساطة توقفها وتكمل، وهتفضل دايما موجودة بشكل ما، بس ان انت تكمل. طول ما انت بتكمل اكتر، طول ما هي بتقل اكتر، طول ما هي بتضعف اكتر، طول ما هي بتقعد تنزل زي الطفل اللي تحت كده، بيبقى خلاص وجودها خفيف ومش موجود ومجرد حاجة تحت. وانت اللي بتقويها لما بتقعد تزود من احساسك بالضعف وتقعد تفتكرها وتعيط، او انت اللي بتقللها لما بتعديها وتثبت لنفسك ان الدنيا اتغيرت وان انت حياتك اتغيرت تماما، كل حاجة اتغيرت في حياتك. فبالتالي بتثبت لعقلك ان ارمي ده خلاص، ده مش حقيقي، ده خلاص، دي مش حقيقتنا، دي مش احنا دلوقتي. انا تعرضت للتنمر وانا صغيرة، ومش عارفه انا قلت ده قبل كده ولا لا، بس انا تعرضت للتنمر وانا صغيره، وكان تنمر من الحاد، تنمر في المدرسه من الولاد اللي في المدرسه بيتنمروا على شكلي وعلى جسمي لان انا كنت طفله اوفر ويت. وقعدت سنين بعاني من المشكله دي، مشكله مع النفس، مشكله مع ان انا حاسه ان انا ماليش فاليو، ماليش قيمه، ان انا مش حلوه، ان انا مش كفايه، ان انا مش كويسه، بسبب ده، لان انا تعرضت له في فتره وانا كنت فعلا بتبني كطفله.
كبني ادم. ده كان ممكن يوصل لحاجتين، كان ممكن افضل عمري كله مكتئبه بسبب ده، وافضل طول عمري ما اخس، وعمري ما ابتدي في التشانل دي، وعمري ما احاول اساعد الناس زي ما انا كنت محتاجه حد يساعدني ساعتها، او ان انا خسيت الوزن اللي هم كانوا بيتريقوا عليا بيه، او ان انا ابتديت في التشانل دي وبحاول اساعد الناس، وبحاول اساعد الناس بحاجه انا كان نفسي حد يساعدني بيها، وان انا عندي اهداف انا عايزه اغير بيها العالم، مش عايزه اغير بيها قناه ولا عايزه اغير بيها بلد، انا عايزه اغير بيها العالم. كان عندي الاختيارين وانا اخترت واحد، انا اخترت التاني، انا اخترت اختيار التاني، لان انا مش هعيش عمري كله ان انا يا عيني غلبانه، وان يا عيني قد ايه جم عليا، وقد ايه انا كنت طفله غلبانه وكيوته وكانش استاهل اللي حصل فيا ده انا كنت طفله وكنت بقعد اقول لهم عيب كده، انا ليه حصل لي كده؟ ايه بعدين يعني؟ ها حصل ايه لما انتي قعدتي تعملي كده؟ ولا حاجه، ولا حاجه، ولا غيرتي اي حاجه، ولا الهوا، ولا استفدنا اي حاجه. هو ليه سابني ووجعني وعمل فيا كده؟ بعدين هو انا ليه فشلت في الماده دي ولا في الجامعه دي؟ ما اقدرش. هو انا ليه دخلت البيزنس ده وفشلت وخسرت الفلوس اللي كانت معايا؟ يا قد ايه الظروف صعبه، وانت عارف الدولار الجنيه قل قد ايه والدولار بقى قد ايه. انا فاشل لان انا في البلد دي، انا فاشل لان انا الناس جت عليا، انا فاشل لان انا يعني ايه، تعرف بقى الدنيا والماسونيه فاهم انت؟ بعدين ماذا بعد؟ لو فضلت حاطط عقلك في حته ان انا الضحيه، خلاص خلصت. اصل انا جسمي ما بيخسش، هو انا جسمي قايل لي لا. لان حتى انت لو عندك مشكله في جسمك انت ممكن تحلها، روح لدكتور وخد الادويه وامشي على نظام معين ايا كان. كل حاجه في الدنيا دي ليها حل، طالما انت ما متش خلصت. انت ممكن تعمل حاجه، انت ممكن تبقى احسن، انت ممكن تتحسن، انت ممكن حياتك تتغير، انت ممكن انت تكون بتغير حياه ناس تانية اساسا، حياه ناس تانية وحاجات مختلفه تماما عن اللي انت مريت بيها. انت ممكن باللي انت عديت بيه تخلي حياة حد تاني احسن بكتير، لان انت عندك خبرة فيد بيها الناس. فشلت في مشروع، فيد بالفشل اللي انت عملته ده، عادي، الفشل بيعلم، الفشل هو اساس الحياة، يعني الفشل هو اساس الحياة. ففشلت في حاجة علم الناس بيها، انا فشلت في كذا وغلطت في كذا كذا كذا، ما تعملوش الغلطات دي. طب انا بحاول تاني ونجحت في حاجات، طيب اعملوا 1 و2 و3 و4. ايا كان مساعدتك دي مش لازم تبقى يعني على السوشيال ميديا او ان انت تكون بتقدم حاجه، ممكن مساعدتك دي بان انت تنجح في حاجه بس من غير ما تقدم اي حاجه، الناس هتتعلم. ما ينفعش تحط نفسك في وضعيه الضحيه، انت مش ضحيه، انت بيضحك عليك، انت بتقعد تتفرج على ناس عماله تنجح وعماله توصل وعماله تعمل وعماله تحط وتشيل وتجيب وتحط وتسافر وتروح وتجيب وتتجوز وتجيب فلوس وتنجح وتروح وانت قاعد ما بتعملش حاجه لان انت خايف، لان انت ما عندكش هدف انت عايز توصل له ومش قادر ما توصلوش. انت استسلمت لفكرة ان انا ولا حاجة، لان بشكل او باخر احنا لما بنستسلم لفكرة ان احنا ولا حاجة بنرتاح. ما هو اصلا لما بفتكر ان انا ولا حاجة ما بعملش حاجة، خلاص مفيش حاجة اعملها، هعمل ايه؟ خلاص انا استسلمت، انا خلاص. طالما الحاجة دي في ايدك، طالما الحاجة دي انت تقدر تغيرها، يبقى ينفع تغيرها. حياتنا فيها جزئين، يا اما حاجات ما بنعرفش نغيرها، يا اما حاجات بنعرف نغيرها. طالما المشكله اللي عندك في حاجه من الكاتيجوري اللي احنا بنعرف نغيرها، يبقى انت ينفع تغيرها. انا ما بقولكش حاول تغير حروب، ولا حاول تغير عادات الناس كلها، ولا خلي الناس كلها طيبه ونظيفه، ولا تحاول تغير الناس. لا، مش هتعرف تغير الناس، مش هتعرف تغير اللي اذاك، مش هتعرف تغير اللي هيأذيك. هتفضل تشوف ناس تأذيك، وهتفضل تشوف ناس مش احسن حاجه، وهتفضل تمر بمواقف مش احسن حاجه. بس الفكرة انك تغير نفسك. انت اللي في ايدك، او اللي في ايدك حرفيا هو نفسك بس، مش حاجة تانية في ايدك، مفيش حاجة تانية في ايدك. اتعامل مع نفسك على انك البطل. في فيلم كنت بتفرج عليه اسمه The Holiday تقريبا، الفيلم ده كان فيه جملة بتقول كان زي كاتب راجل عجوز وكبير ومثقف ويعني عنده experience كبيرة جدا، وقاعد مع بنت صغيرة وجميلة وحلوة وناجحة وكويسة جدا، وقاعد معاها بيقول لها
في كتابة الأفلام إحنا عندنا شخصيتين دايما، بيبقى البطل وصاحب البطل أو البست فريند. انتي بتتعاملي على انك البست فريند اللي هي بتبقى شخصية جانبية بتزود حاجة بسيطة للقصة بس هي مش حاجة مهمة، مع انك فيكي كل حاجة تخليكي البطل، فيكي كل المميزات وكل المتطلبات انك تبقي البطل. وساعتها حسيت هو طب ما هو انا مش بقولك يبقى بطل العالم، او لو انت تبقى ان انت تبقى ماشي في اي حتة انتوا كلكم قليلين وانا احسن حد، لأ، بس انت بطل قصتك. ودي مش حاجة موتيفيشن ويلا بينا، لا، هي دي حقيقة. هو انت مين قاعد معاك 24 ساعة ومين بيشوف يعني النظرة بتاعتك، مين بيشوف الحاجة؟ ما هو انا لما بنتفرج على فيلم بنشوف كل حاجة بوجهة نظر البطل، بنشوف حزنه وفرحته وامله وخوفه وكل الحاجات دي بوجهة نظره هو، لان هو بطل الفيلم. انت بطل الحياة اللي انت فيها دي، انت بطل الرحلة اللي انت فيها دي، انت اهم واحد في الرحلة دي، مفيش حد تاني اهم منك في الرحلة دي. وده مش انانية، ده المنطقي، ده اللي هو انت بتنام كل يوم في دماغك وبتصحى مع دماغك وبتروح مع دماغك وبتعمل قرارات بسبب دماغك، انت بتعمل كل حاجة بسببك انت، وبتشوف كل حاجة برؤيتك انت. فانت البطل، اتعامل مع نفسك على انك انت بطل القصة دي، انت بطل الحكاية دي، انت مش بس بطلها، انت كمان اللي بيكتبها. ربنا كتب طبعا كل حاجة، ولكن انت اللي بتمشيها، انت اللي بتقرر تعمل ايه. كده ربنا مقرر كل حاجة في كتاب محفوظ، ولكن انت في الحياة دي انت اللي بتمشي الطريق، انت اللي واخد الطريق وماشي. فبالتالي انت اللي بتغير كل حاجة، انت اللي بتتحرك، انت اللي بتعمل حاجة. شوف قد ايه بس لما بتغير شوية عادات عندك بتحس ان انت ملك الدنيا، لانك حاسس انك متحكم، انك حاسس ان انت وجهة نظر البطل. انا شايف وجهة نظر البطل، انا مش شخصية جانبية في الحكاية، انا الاساس. وعلشان تعرف تبقى بطل او تعرف تبقى اي حاجة في الدنيا لازم تعرف تسامح نفسك، لازم تعرف تتعدى اللي حصل زمان. ان احنا بنقعد نقول يا انا ليه عملته كده، يا انا ليه عملت كده، يا انا ليه. وعارف لما يجيلك احساس اللي هو تقعد تتشنج من المواقف المحرجة اللي حصلت لك. بس حقيقي ان مفيش حاجة بتحصل في حياتنا غير وبنتعلم منها، مفيش حاجة في حياتنا بتحصل غير واحنا بنحس ان هي اثرت على حياتنا بشكل ما، احنا اتعلمنا حاجة وكان لازم نمر بالتجربة دي عشان نتعلم درس معين. مفيش مشكلة، ما تندمش على حاجة، ما تندمش على اي حاجة عملتها، لانها علمتك حاجة. طالما الحاجة دي في حق نفسك، طالما انت حاجة في حق نفسك فانت اتعلمت منها حاجة. لو انت عملت حاجة في حق حد، لا، يبقى لازم تعوض له حقه. ولو انت عملت حاجة في حق ربنا يبقى لازم تستغفر او تطلع صدقة او ايا كان، يعني دي حاجات تانية. ولكن الحاجة دي لو مع نفسك فانت لازم تسامح نفسك، لازم. تمام، انا اتعلمت، انا غلطت، غلطت، تمام، بس انا اتعلمت. ما هو انا لو ما كنتش مريت بالتجربة دي ما كنتش وصلت للوعي اللي احنا فيه دلوقتي. احنا بنجلد نفسنا على حاجات حصلت زمان بوعينا دلوقتي. انت ما كنتش هتوصل للوعي اللي يخليك تشوف ان ده غلط غير لانك مريت بالغلط، لانك لو ما كنتش مريت بيه ما كنتش هتتعلم التجربة دي ببساطة. فما ما تجلدش نفسك على حاجة انت ما كنتش عارفها اصلا، انت عرفتها دلوقتي فبتلوم نفسك عليها دلوقتي. انت ما كنتش تعرفها زمان، لو كنت تعرفها ما كنتش عملت، بس انت ما كنتش تعرف وكان لازم تتعلم، وكانت دي الطريقة اللي انت لازم تتعلم بيها. كل المواقف اللي بتوجعنا وكل الحاجات اللي احنا بنندم عليها بتكون عندنا مشاكل، بتكون عندنا حاجات معقدة في حياتنا وحاجات معقدة في دماغنا. فبالتالي لما تلاحظ ان في باترن او حاجة معينة عمالة تتعاد في حياتك مرة في مرة في مرة في مرة، لازم تفهم دي جاية منين. لو انت عندك اي نوع من التروما او اي نوع من المشاكل النفسية ايا كان، اي حاجة، حتى لو مثلا عصبية دايما، او لما حد بيقرب لك بتهرب منه، او دايما بتحاول تطلع اي حاجة في الحد اللي قدامك عشان تمشي وتبعد، او دايما لما بتحط في اي موقف بتخاف وبتقلق وبتفقد ثقتك في نفسك تماما. ايا كان نوع العادة او المظهر اللي دايما بيطلع لك لما بتحط في موقف معين، لازم تاخد بالك من ده. ما ينفعش تمشي وتقول هو انا كده، لا، لازم
تعرف تحسن أو تتعامل مع ده بإيه؟ أولا إنك تكتشفه، إنك تفهم إن في باترن معين بيتحدد. تاني حاجة إنك تروح وفعلا تتعامل بقى مثلا مع ثيرابي أو تقرأ كتب أو تتفرج على فيديو زي دي علشان تحاول توصل هو ليه ده بيحصل، هو ليه ده بيحصل. وبالذات لو انت عندك مشاكل مع الكوميونيكيشن او ان انت تتواصل مع الناس او ان انت تكمل مع الناس او ان انت تبقى دايما بتخاف ما تدخلش في ريليشن شيب، ما تدخلش. لو انت دايما بتحس ان انت انا دايما بخاف ودايما بهرب ودايما خايف من الكوميتمنت او خايف من المسؤوليه، او انا دايما ما بثقش في الناس، انا دايما بخاف، انا دايما بحس ان الناس دي ممكن توجعني فانا بطلع اجري، ايا كان ما تدخلش في ريليشن شيب وانت كده. مش عشان بس انت هتظلم اللي قدامك، انت كمان هتظلم نفسك وهتوجع نفسك قوي. فحاول تحسن من ده او تتعامل مع ده بشكل ما علشان تعرف تبقى بني ادم كويس ليك ولغيرك، ليك والناس اللي حواليك، عشان دايما تبقى بتحسن من نفسك، دايما تبقى واخد بالك من الحاجات اللي بتحصل دايما في حياتك، لان اي حاجه بتتكرر في حياتنا هي رساله، هي رساله من ربنا بتقول لنا خد بالك من ده، علشان دايما تفضل واخد بالك من الحاجات اللي بتوقعك، من الحاجات اللي بتهبطك، اللي بتحبطك، اللي بتخليك مش حاسس انك عايز تكمل، ايا كان الحاجه دي بني ادم، ايا كان الحاجه دي شيء معين، مكان معين، حتى لو السوشيال ميديا. وعلى فكره دي من اهم الحاجات، دي من اكتر الحاجات اللي بتخلينا حاسين ان احنا مش كفايه، وان هو انا بعمل ايه، وان هو اللي انا بعمله ده كفايه، هو انا المفروض اشتغل اكتر، هو انا المفروض ابقى انا عندي 20 سنه، هو انا المفروض ابقى عندي شركه دلوقتي وابقى ناجح وابقى عالمي وابقى الناس كلها عارفاني وابقى معايا فلوس كتير جدا وابقى معايا عربيه لامبورجيني، هو المفروض ابقى عندي كل الحاجات دي. كل ده لازم تبقى واخد بالك من الحاجات دي وتبعد عنها قد ما تقدر. والحاجات دي ممكن تبقى بني ادم، ممكن تبقى بتروح تقعد مع شله صحاب بتطلع منهم حاسس ان انت مش قادر، انت مش متحمس زي قبل ما تروح لهم الحاجه اللي انت كنت عايز تعملها. لازم تاخد بالك من الحاجات دي، لازم تاخد بالك من الحاجات اللي بتتكرر دي عشان تعرف تكمل. لان لما تبقى رسالتك حلوه بس الجمهور مش مستوعبها، غير الجمهور، ما تغيرش الرساله. حتى لو الجمهور ده مش بني ادمين، غير العادات ما تغيرش الهدف، غير الطريقه ما تغيرش الوسيله، غير الطريقه ما تغيرش الهدف. في ناس ممكن تقعد معاها تحس ان انت مش قادر، مش عايز، مش حاسس، ابعد عنهم، ابعد عنهم، لان ممكن الناس دي تبقاش عندها نفس الاهداف اللي انت عايزها، ممكن الناس دي تكون ببساطه مش عايزين لك الخير او بيحاولوا يوقعوك. وده مش فكر اللي هو الناس كلها ضدي، ولكن في ناس بتبقى مش احسن حاجه، ممكن تكون من غير قصدها بس هم مش عايزين كده. كده طبيعه البني ادم، طبيعه النفس البشريه مش عايزه تشوف اللي احسن منها، بس كل واحد بيحركها بطريقه. في واحد لما بيشوف كده بيحاول يجيت انسبايرد وياخد يعني زي بطل قدامه ده زي حاجه يمشي عليها، وفي واحد تاني يقول لك ايه الهبل اللي انت بتعمله، انت فاكر نفسك هتبقى حاجه يعني، او يبص لك نظره مش احسن حاجه، حسد، ايا كان. فلما في بني ادمين حواليك ما بيدوكش اللي انت عايزه من السبورت او التشجيع، او ان انت تبقى بتقوم من عندهم حاسس ان انت كويس وان الدنيا حلوه وان اوكي يلا بينا، يبقى على قد ما تقدر قلل. لو ما تعرفش تمنع، قلل وجودك معاهم، لان ممكن مثلا الناس دي تبقى حد في حياتك انت مجبر على وجوده زي الاهل او حد في الشغل، حد انت ما تقدرش تشيله. قلل محاورتك معاه على قد ما تقدر، قلل حوارك معاه على قد ما تقدر. ولما تحاول توصل لكل الحاجات دي وتحاول تبقى احسن وتجيت obsessed بحاجة، وكل يوم تبقى بتشتغل بحاجة، وكل يوم يبقى عندك روتين، وكل يوم يبقى عندك هدف عايز توصل له، وتبقى بتحاول تعمل كل ده، في ناس مش هتبقى حابة ده، في ناس مش هتبقى حابة تشوفك كده، في ناس هتبقى زي ما بيقولوا كده haters، يبعتوا لك مسج مش حلوة، يقللوا منك، يتعاملوا معاك بطريقة مش ألذ حاجة. عارف ليه؟ لأن هم شايفين في نفسهم الحاجة اللي هم ممكن يعملوها وهم ما بيعملوهاش بس انت بتعملها، فهم حاسين هو انت أحسن مننا في ايه، انت بتواجههم بحقيقتهم.
انت بتوريهم الجزء اللي هم كانوا فاكرين هم ان هو مش ممكن، فكانوا مرتاحين. بس لما انت وصلت له حسوا ان هو طب ما هو ممكن، دي المشكلة فيا ولا ايه؟ ساعتها هتلاقيهم، وساعتها لازم تتجاهلهم. لازم، طالما بس نصيحة مهمة، طالما الناس دي مش هي الأغلبية، والأغلبية ناس بتشجعك، والأغلبية ناس بتحترم اللي انت بتعمله، وفي جزء كده يبقى لازم تتجاهله. لو ده الجزء الأكبر أكتر بكتير قوي، يمكن تبص على اللي انت بتعمله ده تاني، ممكن تحس ان انت في حاجة ممكن تغيرها. بس لو ده الأقلية يبقى دول، لان زي بالظبط معاه اللي بيحب يفكر بطريقه نيجاتيف وبيتمسك بالسلبيه دي اكتر بكتير من الايجابيه. زي بالظبط لما بتلاقي ناس كويسه بتشجعك وفرحانه بيك، لما بتلاقي واحد على جنب بيشتمك بتتضايق، مع ان انت في 100 واحد هناك بيشجعك وفي واحد هنا بيضايقك. طب انت ليه مركز مع ال100؟ ليه مركز مع الواحد ومش مركز مع ال100؟ نفس الحاجه، ما تركزش مع الواحد ده هو لاي سبب كان ممكن يبقى بني مش كويس، ممكن يبقى بني مش عايز الخير للناس، ممكن يبقى مش فاهم انت بتعمل ايه اصلا. مش كل الناس بتفهم احنا عايزين نوصل ايه وعايزين نعمل ايه وايه هدفنا في الحياه. مش كل الناس فاهمه ده، مش كله. عادي، في ناس كتير جدا هتبقى اللي هو ايه الهبل ده، ايه اللي انت بتعمله ده اصلا، او مش عايزين الخير ليك ايا كان. لازم تستوعب ان حياتك دي بتاعتك، وانك لازم تبقى obsessed بالحاجه اللي انت عايز توصلها، تبقى شغوف بالحاجه دي، تبقى بتفكر فيها ليل ونهار، تبقى دايما واثق في نفسك وواثق في ربنا ان ربنا ما ادكش الرؤيه دي غير عشان توصل لها، غير عشان تجيبها، عشان تبقى هناك. عشان مفيش حاجه في الدنيا دي اتخلقت من غير سبب. ربنا خلق الدبانه اللي بترزل عليك وبتقعد تزن جنب ودانك لسبب. فمتخيل ان هو خلقك انت كلك على بعضك كده ونفخ فيك من روحه من غير سبب، عشان تبقى ولا حاجه، عشان تبقى مالكش لازمه، عشان ما تبقاش سبب في حاجه؟ اكيد لا، اكيد لا. ربنا ما بيعملش حاجه من غير سبب، وانت كنت سبب، وانت كنت هدف ولسه هدف. طالما فيك الروح، طالما انت فيك الروح، يبقى انت لسه فيك هدف، في هدف لازم توصله، في حاجه، في غايه، في حاجه لازم تقدمها، في حاجه لازم تديها، في حاجه لازم توصل لها. لان هي دي الحياه. احنا هنا مش جايين في النعيم والرخاء، انت هنا مش في الجنه. يا رب ندخل الجنه ونرتاح، بس الحياه دي لازم فيها تعمل 1 و2 و3 و4 و20 و180 و2000، عشان هي دي الحياه. الحياة دي مش جنة، الحياة دي كلها مشقة وكلها مشاكل وكلها حاجات صعبة، ولازم تبقى جاهز لده، ولازم تبقى عارف ان مش كل حاجة هتبقى كويسة، ومش كل حاجة هتحلم بيها هتوصلها في ثانية، ومش كل حاجة هتبقى نفسك فيها هتجيلك، ومش كل حاجة هتتحقق بالطريقة اللي انت عايزها. في حاجات كتير جدا هتكون مختلفة، في حاجات كتير جدا مش هتتوقعها، في لطشة قلم هتقوم جايلك في وشك من غير ما تبقى متوقعها تماما، في خطط وفي اهداف وطموحات هتلاقي الدنيا فجأة راح جايه كده من غير ما تاخد بالك. ما اعرفش ايه اللي حصل، بس احنا وقعنا، ما اعرفش ليه، بس لازم نقوم علشان لازم نكمل، علشان لازم نوصل، علشان لازم نوصل لهدف معين، عشان في حاجة لازم نحققها، في رغبة لازم نشبعها جوانا علشان نعرف نبقى بني ادمين احسن. كل ما هتحس، كل ما هتربي رغباتك الاساسية من الاكل والشرب والمية والهواء والروف، لغاية ان انت تبقى احسن، وان انت يبقى عندك حاسس بالامان، لغايه ان انت تبتدي تحقق اهدافك، لغايه ان انت تبتدي تبقى بني ادم احسن، تثقف نفسك، توصل لاهداف، توصل لحاجات، تحس ان انت جسمانيا قوي، تبقى بتهتم بجسمك، بتهتم بروحك، بتهتم بشكلك، بتهتم بدينك، بتهتم بمستقبلك، بتهتم بدراستك، بتهتم بتعليمك، بتهتم بتنميه ذاتك. كل ده هو انت بتتحدد بكل الحاجات اللي حواليك دي، مش حاجه واحده اللي بتحددك، كل ده بيحددك. بس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه، اتمنى ان انتوا لما تسمعوا الحاجات دي تروحوا تطبقوها، ما تقعدوش. قوم دلوقتي خد اي نصيحه من النصايح اللي انا قلتها النهارده ونفذها فعلا. ما تقعدش، ما تقفلش الفيديو ده وتروح تكمل سكرولينج على التيك توك او على الانستجرام، او تكمل فيديوهات تنميه ذاتيه وخلاص، من غير هدف، من غير ما انت تبقى عايز توصل لحاجه، من غير خطه، من غير تنفيذ. قوم اعمل حاجه، قوم اعمل حاجة دلوقتي حالا، دلوقتي عادي، دلوقتي حالا. الساعة لو 3:35 ممكن توصل لحاجة عادي، ممكن تعمل حاجة، مش لازم تبقى يعني 4 عادي، ممكن تبتدي دلوقتي. بس كده.
اتمنى تكونوا انبسطتوا، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، وتنزلوا على الديسكريبشن هتلاقوا تيك توك لينك وانستجرام لينك. انستجرام بيبقى فيه كل ال باك ستيج ثينجز وكل الحاجات اللي بتحصل. احيانا بتختاروا الابسط اللي هنتكلم عليها، بيبقى فيه كل حاجه وحاجات اللي بتحصل ورا الكاميرا وحاجات بيرسونال في حياتي. تيك توك is more fun، روحوا check it out. وبس كده، اتمنى اشوفكم قريب. باي باي.